من خالفنا في العقيدة فما يمكن يجتمع معنا أبدا، وإن اجتمع ظاهرا فهو لم يجتمع معنا بقلبه وباطنه، وإنما هذا نفاق، إنما هذا نفاق ولأغراض الله أعلم بها. فلا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة التي اجتمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا متعادين متقاتلين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا هو الذي جمع الناس، عقيدة التوحيد والإيمان بالله عز وجل.